شوف شوف، ده منظر حد بيدوق. شوف عملت ايه في الرغيف. الصينيه دي ب 5000 بدل 10000 جنيه، وطبعا العرض ما يتفوتش والله. عندي كافيه. هتلاقيك كنت مكثف اعلانات قمار اليومين اللي فاتوا دول. انا لسه صاحي دلوقتي، والساعه دلوقتي 7:30 واحنا في رمضان. نمت بعد الفطار، ما اتسحرتش لحد دلوقتي. انا مش عارف اعمل ايه. عدم تنزيلي كتير في رمضان بسبب انتوا مش فاضيين. رمضان جاي مع مدارس ومسلسلات وحاجات، انتوا مش فاضيين لنا اصلا. يعني كان ببعت كتير قوي فيديوهات امبارح للناس بتعمل اعلانات المراهنات، ستوريات كتير يعني، بس كلها اتمسحت النهارده مش لاقيها. فلتوا قال لي نخش فيديو صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، وادعي اخواتنا فلسطين يا رب نصوم يا رب ويقوم يا رب على اللي هم فيه، وتنزل وتعمل لايك. انا عيل بضان، وانا عيل رخم، وانا وشي يقطع الخمام البيت، وانا شكلي معفن، وانا عيل مش سالك، وانا ارخم واحد تشوفه في حياتك اقسم بالله، وانا عيل بص كده. خلاص يا عم خلاص، فطرت على نفسك. ايه ليك جدع. انت مالك؟ خلاص مالكش دعوه بيا. حاضر. خليك في حالك. انت اللي بتقول انا مالي. ده ايه ده يا جدعان؟ ده ايه القرف ده؟ او شيت. ايه او شيت. والشيت او ياه كمان بيبي. ما ينفعش الكلام ده في رمضان يا بودي. 1000 مرة أقول لكم طول ما عندي سردين وليمون هي بطنك دي بجد دي ولا ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ده توأم. وأنا أصلا ما فطرتش كويس لأني مش عارفة آكل أي أكل. بس بصوا عندي كام سردينة في القلب، في قلبي كده. في طفل في بطنك دلوقتي، انت هترمي له سردين؟ انت بتغذيه ولا بتشرسيه؟ بصوا دلوقتي ما بقتش بعرف أقف كده، لأن كل ما أعمل كده بطني توجعني. كل ما أعمل كده سبحان الله. لا تكونيش حامل. وما تسألونيش ليه. الله. لسه ما وضغطيهاش اصلا، لسه لسانك ما جابش السردين. الله يخرب بيت النفاق يا اخي. انت هتعملي ايه؟ انت هتاكلي؟ تشربيه بالقلم. يلا قومي. عاجبك كده يا شادي؟ لا وشادي قاعد عينه مكسوره. ماسكه عليك ايه يا شادي؟ ماما بتضرب تيتا بالقلم، بابا قاعد ما بيعملش حاجة. اصل ماما راكبه بابا بعيد عنك، ربنا يعافينا يعني. عديها 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 بقى، هنعديها. خدي القلم وانت ساكته، ما جاتش على القلم. عديها. كتر خيرك يا ابني. العفو يا ماما العفو. كانش ينفع اللي انت عملتيه ده برضه. هو ايه اللي ما كانش ينفع؟ اخليك تاكل جنبها في المطبخ. اقعد ساكت. جامد. يلا كل ولا مش عايز؟ سيبك من كده، انت وافقت ازاي بالدور ده؟ يعني ما فيش كده في الحياه اصلا، ولو في كده في الحياه يتبلغ عنها، ما تتسابش كده. شفت المنصة اللي نصبت على أكتر من 80,000 مصري؟ ما شفتش؟ تعالى. اليومين اللي فاتوا ناس كتيرة قدمت شكاوي في منصة اسمها SGO.cc. دي منصة لتداول العملات وبتعتمد على توقعاتك عن نتيجة المباريات من غير ما اكمل يستاهلوا. مش شماته، ستة جريت ورا قرش حرام، البس بقى. خسارة. وبيهموك ان انت لو حطيت مبلغ هيتضاعف المبلغ ده في 2 كل شهر عن طريق توقعاتك انا للمباريات. مش عارف بجد في الزمن اللي احنا فيه ده حد يجي يقول لك اديني جنيه وخلال كام يوم الجنيه ده هيبقى 20 جنيه. مفيش كده في الحياه اصلا، فانت تستاهل. وخدوا منهم اكتر من نص مليار جنيه. وبعد ما الناس واجهت الشركه دي عشان تاخد ارباحها، قالوا لهم مفيش مشكله، عايز تاخد ارباحك ادفع الضرايب اللي عليها، يعني ادفع فلوس زياده عشان تاخد فلوسك القديمه. يعني لو انت عايز منهم 20,000 جنيه يقول لك دي عليها ضرايب للحكومه 4000 جنيه، ادفع الاربعه ودي كده 20. وطبعا بتدفع الاربعه ولا بتاخد الاربعه ولا ال 20 حتى. بعيدا ان اصحاب المنصه دول ولاد حرام، بس برنس. يعني هو نصب عليك تقريبا يجي في 100,000 جنيه، وانت قلت له عايز ال 100,000 جنيه بتوعي، قال لك ادفع ضرايب 4000 جنيه. دفعت ال 4000 جنيه، لا خدت ال 100 ولا خدت الاربعه. في جانب ايجابي واحد بس للموضوع ده، ان الناس اللي اتقرصت دي تتربى بقى. القرش اللي هيجي بالساهل هيضيع بالساهل. ايه ايه ده؟ صوت جديد بينيم من أول 10 ثواني. تعالوا بجد؟ نشوف. بقى اكلك عندي برجر اللي بيقولوا عليه زحمه مده. انسى ودانك وانت بتتفرج عليها. بقول لك ايه، هو فين مستر خالد اللي بيقولوا عليه ده؟ سنجه في ايدك كده وحطها على رقبتك. وبقول لك ايه، فين مستر خالد اللي بيقولوا عليه ده؟ هو انت بقى اللي قالب الدنيا باسعارك. ارخص واحد في البرجر انت بقى اللي قلب الدنيا باسعارك. ده لازمته ايه يا ام خالد؟ يا مساجده. معلش الامهات دخلت على بعضها عندي. اغلب المطاعم بقت متوجهه لطريقه الماركتنج القذره دي، اللي هو يجيبوا مساجده وتقعد تزعق وتهلل في المطعم شويه، وده هيجيب رجل الزبون. الناس ما تعرفوش ان المساجده لو خدت اي فلوس، لو بتاكلها مال اليتيم هتقول لك جوسي وجميل. هي دي بقى السندوتشات بتاعتك الرخيصه؟ قول لي بقى اسعارهم. يلا قول لي بقى اسعارهم.
كده انت بتفهمي وبتعرفي تعملي ريفيو للمطعم بقى وكده. ده ب 55 جنيه البرجر ده. البرجر ده اما دوق امضوب يعني ده هردته فشخت اللي جابه. دي فتحت البرجر خدت منه تقريبا حته البيف بي كان تقريبا ولا مش عارف ده ايه ده، ولفتها زي ودن القطه وكلتها. ده البرجر اما دوق بقى، يا ريتك ما دقتي. شوف ده منظر حد بيدوق. شوف عملت ايه في الرغيف. معاه جبنه موتزاريلا. هو ايه؟ جبنه الموتزاريلا. ايوه جبنه وموتزاريلا الاثنين مع الاثنين. ريفيو فاجر. وانت لك واحده لحمه وواحده فراخ. ميكس. بكام؟ ده 100 جنيه. ده 100. اقسم بالله ما بتستطعم اكل، عماله بتحش كله ورا بعض. اللي بيعمل ريفيو للمطعم بياكل كل حاجه لوحدها كده يقول له جوسي يعني كويسه يعني ناقصه ملح مفشوخه من تحت كده، لكن دي كام ده؟ قول لي بقى اللي هيجي لك من تبع المساعده هتعمل معاه ايه؟ هناخده تحت النصبه ونفشخ اللي جابه عشان بيتابعك عقابا ليه. يا عمان اسمع الجديد بفضل الله من النهارده كام رمضان؟ النهارده 13 رمضان. جميل؟ انزل معايا دول 500 جنيه. بص كده ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته. اول مجموعه تعالى 1 2 3. تالت مجموعه 1 2 3 وب 500 جنيه بس. تلاته ب 500 جنيه. 1 2 3. سلام. سلام. انا ما لفتش انتباهي خالص العرض ولا الكوتشيات، بس يعني في جات لك افكار برضو زي ما جت في دماغي ولا ما ينفعش اتكلم يعني. التوب كومنت هناك ليه ربنا ما بيوزعش الحاجات دي علينا احنا؟ استغفر الله العظيم يا رب بجد والله الناس ما بترحمش يا جماعه. نص الكومنتات اللي اتأدب صرف كنت جعانه بالليل وكنت عايزه اتسحر حاجه خفيفه كده وفي نفس الوقت تكون اقتصاديه، فلقيت بقى شريمب زون عاملين عرض حلو قوي. الصينيه دي ب 5000 بدل 10000 جنيه، وطبعا العرض ما يتفوتش والله. انا كل يوم اتسحر ب 4000 مش هيفرق حاجه. انا لو زودت 1000 وجبت دي ب 5000 بس. ازاي في ناس ما بتحبش الاستاكوزا؟ بجد فايتكم كتير ده قوي. مين ابن ده اللي ما بيحبهاش؟ انا عايز اقول لك ان انا بعشقها مع اني عمري ما اكلتها. نفسي اعرف طعمها ايه بجد. كل ما اعمل خطه ماديه ان انا خلاص هجيب الاستاكوزا ده واكلها اتصدم من سعرها ما اقول لا حرام. ونيجي بقى لحبيب قلبي من جوه يا جماعه الجمبري. انا ما كترتش منه قوي برده، يا دوب اكلت لي كيلو. يا رب ارزقني بصينيه زي دي يا رب. ان شاء الله حتى في الحلم بس ابقى اكلتها. المشكله ان اسعار الحاجات دي في متناول تجار الاعضاء يعني صعبه قوي. وانا عندي بيت وعندي بامبز وعندي ليله فلا مش عارف. يلا في الجنه بقى. بقالي نص ساعه قاعد قدام التليفون ومش عارف اجيبها لكم ازاي يعني. مش عارف اقول ايه. اللي هو بقالي نص ساعه قاعد كده اقول كده ولا اقول كده. انا بقى عندي كافيه. الف مبروك يا بوتي. اتريك كنت مكثف اعلانات قمار اليومين اللي فاتوا دول اتاري عشان تفتح الكافيه. نجس. بقى عندي كافيه ومطعم وبلاي ستيشن. يا ابن اللعيبه التلاته كافيه مطعم بلاي ستيشن. والله مش مستغرب لان انت عملت تقريبا يجي 6 7 اعلانات وتقريبا اخدت في الاعلان واحد $4000 او $5000 يا دوبك يكفوا ان انت تفتح الثلاثه دول. مش مصدق نفسي لحد دلوقتي. فانتوا مش مصدق نفسك ليه يا ابو؟ انت راجل اجتهدت على نفسك وعملت كل الاعلانات الحرام اللي انت ممكن تقدر تعملها فالحمد لله يعني يا ابو. خطوه جديده في حياتي وحاجه كان نفسي اعملها من زمان. فضل يرجع بعد ربنا لاعلانات القمار اللي انا تعبت فيها واشتغلت عليها الحمد لله. الولد عمل تقريبا يجي 12 اعلان ولا حاجه وكمان عمل اعلانات في رمضان. ايه افرحوا معايا. هذا المال الحرام اهو. المال الحرام اهو. ده اللي اتقال له المال الحرام اهو. لكل عزوتي واهلي وقرايبي واصحابي وكل اللي بيحبوني وبحبهم ما تشيلوش هم بعد كده. مش هنشيل هم اي حاجه لان الحمد لله بودي يا جماعه فتح مطعم وكافيه وبلاي ستيشن التلاته مع بعض. مش عارفين تقعدوا فين، عايزين كافيه حلو، عايزين فعلا انا كنت بقعد على الرصيف. الحمد لله ما فتح كافيه ان انا ممكن اقعد عنده. عايزين مشروبات حلوه، عايزين. انا فعلا كنت بشرب من النيل لكن بعد ما فتح الكافيه انا هشرب من عنده. اعلان سلبي والله مش اعلان ايجابي خالص. بص انا لقيت البزازه دي بيقولوا ان اللي بياخد منها حته بيرجع صغير تاني، يعني بيرجع طفل صغير. تعالوا بقى نشوف. شكلك اصلا شربتي منها قبل ما تصوري. ايه ده الحق انا بصغر، وشي صغر يا جماعه. بصوا رجعت طفله يا احمد. طعمها حلو قوي جوه فيها نحله. الحق انا لقيت ايه. هو احمد ماله كده؟ مالك يا احمد في ايه؟ طعم الشوكولاته حلو جدا. دوق يا احمد بس اوعى تتحول سحليه. احمد مالك يا احمد؟ انا خايفه يا جماعه احمد يتحول سحليه. بصوا عينه عملت ازاي. بص احمد ماله بجد؟ احمد حواليه علامات استفهام كتير قوي. بيقولوا ان اللي بياكلها او بيقدر يستحملها ايده بتكبر. بصوا شكلها من جوه كده. تعالوا ندوق بسم الله. طعمها حلو قوي. دوق كده يا احمد. يعني احمد يشاركنا باي حاجه طيب. ايده ما كبرتش. ايه ده؟ ورينا ايدك كده. الحقوا ايده بتكبر يا جماعه. بصوا الحمد لله جت على قد ايده الحمد لله. طب يا احمد مالك يا احمد؟ يعني انت رياكشناتك غريبه ومش فاهمها. مش عارف انت مبسوط ولا زعلان ولا انت مجبر على الفيديوهات دي. اتكلم طيب. بيقولوا اللي بياكل القطن ده وشه بيتحول مخده.
احمد حاول مخدة. طب خديه خشي نامي بجد، يعني اغرب محتوى شفته في حياتي على التيك توك. والله جعان فشخ، جعان لسه كتير قوي على المغرب، لسه اصلا الدور ما اذنش. اديها كمان مخلل، رز بالشعرية وبسلة. يا ابن المحظوظ، شوية بيبسي بقى لا بيبسي مقاطعة، شوية سبيروس باتس واديها. ان هو اني الاكل ده اللي انت لو بتاكله قدامي بعد الفطار انا مش هتشد خالص والله. بس يعني انا جعان قوي كده، انا كده حرام صح؟ كده حرام ان انا اشوف حاجه زي كده. على بص البودره عامله ايه في شبابنا؟ الناس بتموت والشباب بتموت، والله العظيم حرام عليكم. انا اقول لكل شاب وكل واحد بينزل البودره في البلد دي حسب الله ونعم الوكيل. شباب بتموت في البلد، حرام عليكم. يا ابن اللعيبه، ده الواد اللي هو يا جماعه اللي هو بيهين نفسه بيتنطط في الحمام، جاره صوره من على السطح، والله جامد. ايه يا غسول؟ انا عايزه اقول لك على حاجه. ايه يا حبيب قلبي؟ تعرف يا بابا ان انت شبهه؟ حلو. لا يا بابا، بس انت شبه يا بابا. اقول لك حاجه بصراحه؟ انت شبه. انت شبهه فعلا. دي الاشكال بقى اللي احنا هنشوفها في العيد باذن الله كده في عيد الفطر. بص من البلكونه بتاعتك او لو نزلت تلاقي حاجات من كده ماشيه في الشارع، ما تستغربش، هم يومين 3 بالكتير وبيموتوا لوحدهم. دي النسور على الدبابات، حليم شعور لابسين كمان. بالو بجد انت ستايلش موت، لا فعلا موت. هو ما كانش بيحول، هو كانت عينه بتسود يا بالو يعني. وما كانش بيطلع دخان سيجاره من مناخيره، كان عادي. الحمد لله عينه رجعت تاني. في حد بيلعبك ورا الكاميرا طيب ولا مالك؟ لكنك قاسط مش قاسط والمسك والله. يا عمر يا سكر ما تيجي وديه بحناوي. يا جميل يا سكر ما تيجي نجيبه حناوي. ناقصك زياد بيت بوكس ينجز معاك كده وتمشوا تعكسوا مع بعض في البنات، بجد ده هيبقى ميكس رهيب. تعميني توت. انا احلى توتي بحياتك على فكره. هي لبست لك احمر اليوم. بيقولوا لابس لك احمر اليوم. بس كده يا سيدي خش الفيديو. لو انت كملت الحلقه دي يا ريت ترفع في الكومنتات او كملت في حاجه كام اصلا بالظبط اكتر حاجه عجبتك في الفيديو. على فكره انا كلامي مفهوم جدا.